بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي مقاصد الذكر الحكيم. هذه هي الليلة الثالثة من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447، سائلين الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يمد في عمرنا وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في هذه الحلقة سنتناول مقاصد سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، وهي سورة البقرة. هذه السورة العظيمة المكية التي أول ما نزل بعد الهجرة تكون هي مدنية. نعم، هي مدنية، عفوا قلت مدنية، قلت مكية سبق لسان، وإنما هي مدنية، وهي أول ما نزل بعد الهجرة. آياتها 282 آية. هذه السورة العظيمة ورد فيها فضل كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وسورة البقرة فيها أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفيها أطول آية في القرآن، وهي آية الدين. هذه السورة يقال أن فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر، وهذا مروي عن بعض أهل العلم والفضل. هذه السورة افتتحت ببيان أنواع البشر من المؤمنين والكافرين والمنافقين، ثم انتقلت إلى ذكر قصة آدم عليه السلام مع الشيطان، ثم انتقلت لبيان أحوال بني إسرائيل، ثم ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام، ثم ذكرت أحكاما عظيمة من أحكام هذه الأمة، كالأمر بالصلاة والزكاة، والأمر بالإيمان بالله وتوحيده وذكره سبحانه وتعالى، وكذلك الأمر بالصيام والحج. فذكرت في هذه السورة الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة المعروفة. ثم أيضا تحدثت هذه السورة عن المال، من أين يكتسب وفيما ينفق، وتحدثت عن التحذير عن الربا، تحدثت في التحذير عن الربا، كما أنها أيضا اشتملت على آيات ودعوات خاتمات. هذا ملخص هذه السورة العظيمة. هذه الأسئلة وهذه المحاور سنطرحها على شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان لنستفيد عن مقاصد هذه السورة. لماذا افتتحت بأصناف الناس، ثم بني إسرائيل، ثم إبراهيم، ثم أحكام عامة لهذه الأمة، ثم ختمت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإن أنسى فلا أنسى أن هذه السورة أيضا اشتملت على آخر آية نزلت في كتاب الله، وهي آية مؤلمة وواعظة ومذكرة لكل قلب حي، وهي قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت ما كسبت وهم لا يظلمون، إلى الحوار.
حياكم الله يا شيخنا. أهلا وسهلا. بعد هذه المقدمة يا شيخنا، احنا الله يجزيك خير، بادئ ذي بدء، نريد أن يعني نلخص ثم نفصل، نلخص ثم نفصل. ما خلاصة مقاصد وأهداف هذه السورة العظيمة وهي أطول سورة في القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة جزاك الله خير تقدم كانت كافية شافية شاملة، وقفت على جملة ما يمكن أن يتم تناوله من حيث المحاور، لكن برنامجنا كما تفضلت هو برنامج مقاصدي، مقاصد السور. فلو أردنا أن نقول بأن ما هو المقصد الأشمل دون أن نعدده، بمعنى نريد مقصدا واحدا هو يعبر عن جملة هذه المقاصد. فيه مجموعة مقاصد بلا شك، مجموعة مقاصد فرعية، لكنها جميعا تخدم مقصدا واحدا. هذا المقصد هو مقصد الاستخلاف في الأرض وفقا لأمر الله ومنهجه ومراده. الخلاصة كلها سورة البقرة بهذا الاتجاه. جميل. ولو لاحظت، يمكن أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، وهو أنها أول سورة انتقلت فيها الأمة المسلمة من حالات الاستضعاف إلى منهجية الولاية التي تقوم على فكرة الدولة أو الولاية العامة. يعني انتقلنا من جماعة مستضعفة، مجموعات مستضعفة، مؤمنين مستضعفين، إلى حالة التمكين. انتقلنا من الدعوة إن صح التعبير إلى العمران في الأرض. وبالتالي هنا سيأتي معنا الاستخلاف. فجاءت السورة لتكون بداية المرحلة المدنية، ولكن بما أن المرحلة المدنية الأحكام والتشريعات فيها كانت أيضا تباعا وتتتابع إلى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، كأنما سبحان الله جعلها الله كتاب مفتوح للمرحلة المدنية. فكلما نزلت آية من الآيات وضعت في مكانها. هي صحيح البداية كانت إيه؟ بداية كانت مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح المدينة. ثم أيضا هذه السورة لها دلالة أيضا مهمة جدا في إطار من هم الذين سيواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المدنية. هم اليهود. فكان أيضا كاشف لهذا المشهد. يجب أن يكون أهل الإيمان على علم تام بالفئة التي سيقابلونها. هم ما شاء الله تخصصوا في المشركين، عرفوا مداخلهم ومخارجهم وردودهم وكل هذه القضايا تقريبا عرفوها، لكنهم لا يعرفون أهل الكتاب. فجاءت السورة لتقول لهم هذه المرحلة عليكم أن تتهيئوا لفئة جديدة دخلت عليكم على الخط، وفئة ثانية أيضا غير فئة. وإن كنت أنا الآن من خلال سبحان الله تأملي في سورة البقرة، اليهود والمنافقين فئة واحدة. اليهود والمنافقين فئة واحدة. أنا كنت أريد أن أسألك أين ذكر اليهود وذكر النصارى؟ اليهود والمنافقين يتفقوا في أنهم جميعا عرفوا الحق ولم يتبعوا. يعني استبان لهم السبيل صحيح. وضحت لهم الصورة، فهؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء مغضوب عليهم. صحيح. وبالتالي جاءت لتكشف لنا هذا المشهد. فعموما المقصد الأكبر هو مقصد الخلافة والاستخلاف في الأرض. ثم يأتي السؤال بعد ذلك: ما هو منهج الاستخلاف في الأرض؟ التفصيل الذي تكلمت عنه. هنالك ما شاء الله قضايا الإيمان، التصورات، الإيمان بالغيب، الإسلام، الإيمان، الإحسان. ومن اللطائف جدا سبحان الله وجدت أن هذه السورة تشتمل على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان. اشتملت كل هذه المعاني. وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا إن الله اللي هي الآية بتاعت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله لاحظ الإيمان واضح، تكلمت عن آيات الإيمان. الإسلام واضح اللي هي الآيات الكثيرة جدا. وربما أركان الإسلام واضحة جدا لا تحتاج إلى تفصيل. لكن سبحان الله كنت أقول أين الإحسان؟
لأنه فعلا الإسلام واضح والإيمان واضح نعم. والإسلام الإحسان. الإيمان واضح، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تفصيلا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر تفصيل، نعم، والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي. أحسنت، هذا تفصيلا، هذا التفصيل لقوله يؤمنون بالغيب في البداية. نعم. فكل قضايا الإيمان غيبية. نعم. وبالتالي القدر هنا سيدخل معنا. نعم. يؤمنون بالغيب وذكر هنا الزكاة وذكرت هنا الصلاة كلها. نعم. ثم أفرد قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقضية الحج، والحج وأتموا الحج والعمرة لله. فصل كامل. نعم. يعني فصل كامل عن الحج، فصل كامل عنه. فإذا أجابت عن سؤال كيف يكون منهج الاستخلاف في الأرض. جميل. أيضا فيها إجابة مهمة جدا لإياك نعبد وإياك نستعين. فالمنهج الذي نتكلم عنه يجيب عن ماذا؟ كيف نعبد الله. نعم. كيف نعبد الله. صحيح. وفيها مسألة أيضا أخرى، تفصيل لطلب الهداية الذي طلبناه في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. فجاءت هدايات الكتاب مفصلة في كل باب، تفصيل قضايا الإسلام، تفصيل قضايا الإيمان، تفصيل قضايا الإحسان، تفصيل قضايا الاقتصاد، كل القضايا التي لها علاقة بل حتى تفصيل قضايا الاجتماع، الزواج، الطلاق، النفقة، الرضاع، الخلاف، أحوال شخصية، هذه كلها سبحان القتال، الجهاد، كله سبحان الله. يعني سورة البقرة فعلا كما ذكرت موضوع المنهاج الشامل، وما هي طريقة استخلافنا في الأرض. نحن نريد أن نكون يا رب عبيد لك ونريد أن نعمر الأرض. طيب جميل شيخ حسن. نعم. إذن هي تدل على الاستخلاف في الأرض. نعم. كيف يكون المؤمن مستخلفا في الأرض؟ بأمر الله. بأمر الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. طيب إحنا خلينا نأخذ السورة يعني أخذناها الآن مجملا. الآن نبدأ نأخذها مفصلا حتى يستفيد المشاهد والمشاهدة. نعم. من آية رقم 1 إلى آية 20 تحدثت عن معيار الهداية. نعم. اللي هي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. إلى نهاية آية 20. وهنا فصلت كما ذكرنا في بداية البرنامج أنها ذكرت المؤمنون، ذكرت المؤمنين، وذكرت الكافرين الخلص، ثم ذكرت المنافقين. ماذا يعني هذا يا شيخ حسن؟ الله يجزيك الخير. طبعا الصورة ابتدأت كما تفضلت بقضية مركزية ومرجعية الاستخلاف، وهو ذلك الكتاب. فأول قضية يجب أن ينطلق منها المسلم وهو داخل على كتاب الله، ما هي مرجعيتك في الاستخلاف؟ كيف ستكون تصوراتك، مجالك التربوي، مجالك الإعلامي، مجالك الاقتصادي، مجالك كذا؟ قال لك ذلك الكتاب. جميل. ثم أيضا سبحان الله عندما قال ذلك، ليش ما قال لنا هذا الكتاب؟ ما كان بالإمكان أن يقول هذا الكتاب. صحيح. فأراد الله سبحانه وتعالى إلى الإشارة إلى علو مرتبة ومقام هذا الكتاب. وبالتالي يجب أن ترتقي الروح ويرتقي الإنسان بالإيمان والإسلام والإيمان والإحسان والتقوى ليرتقي مقام هذا الكتاب. الكتاب مكانه أن الكتاب يعلو والإسلام يعلو، فإشارة البعيد هذه هناك. وبالتالي زي ما قال تدعوه، يعني حاول أن تصل إليه، حاول أن تصل إليه، حاول أن تصل، ولا تكن كذاك الذي كما قال عنه الشاعر تدعوه إلى العلا فيأبى مهجته ويرجع هاويا بالأرض يلتصق. يعني أنت يجب أن ترتقي له. مفرد الكتاب. نعم. مفرد الكتاب وردت في القرآن 162 مرة. نعم. فهي ترد أحيانا بأهل الكتاب وأحيانا ترد. أي نعم، بس أنا أقول كمفرد ككتاب يعني. فلفظة الكتاب سبحان الله هي طبعا الآن ببساطة الواحد يقول لك والله الكتاب هو المكتوب، مش كده؟ لكن متضمن معنى إيه؟ رسالة الله للناس. هذا كتاب الله إلينا، هذا المعنى لا بد أن يكون حاضر. لكن سبحان الله لفت أيضا في نقطة مهمة جدا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أولا نفى أي شكل من أشكال الشكوك في هذا الكتاب ومصدرية هذا الكتاب، وأنه من الله، وأن رسول الله يتلقاه عن جبريل، وأن جبريل أوحى الله به إليه. هذه المسألة يجب أن لا تكون بالنسبة للمؤمن. جميل. أما المفرد القرآن ورد 50 مرة.
نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. نعم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن 50 مرة. الله أكبر. نعم. نعم. طيب هنا الكتاب قال هدى للناس، هدى للمتقين. وسبحان الله أكبر قيمة ركزت فيها سورة البقرة من أولها إلى آخرها إلى ختام الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تجد أن القيمة الكبرى التقوى. كأنما يقول لك إذا أردت أن تستنير بهدايات القرآن وأن يضيء لك هذا النور المنزل من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تستقبله بالتضرع والافتقار إلى الله، وأنك تخشى الله وترجو رحمته، ولا تكن كمن يريد أن يختبر الله في كتابه فتدخل بنية الاختبار لهذا الكتاب ونية إن أنت والله لا. هذه البينات، يعني قضية البينات مفصولة هنا الآن. لماذا؟ لأنه عندما ذكر البينات الله تبارك وتعالى قال هدى للناس، فعموم الناس يحتاجون إلى بينات الكتاب، إلى المعجزات حتى يوقنوا بأن هذا كتاب الله. طيب أنت تجاوزت مرحلة أن هذا كتاب الله، يجب أن ترتقي إلى مفهوم التقوى لتكون مع أهل الإيمان وليس مع عموم الناس. سبحان الله. فشوف القرآن ذكر الله تبارك أنه هدى للمتقين وذكر هدى للناس في نفس السورة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالفرقان والبينات عموما لها صلة بمسألة المعجزات ولها صلة بالمفهوم الفطري. وبالتالي أعد هذا الوصف. البينات شيء والفرقان شيء. أيوة، البينات هي البصائر وهي البينات وهي المعجزات إن صح التعبير التي نطلق عليها المعجزات. فهذه من يدخل على الكتاب ليستبصر فيه البينات لا يلزم أن يكون مؤمنا. نعم. فيكشف الله له ما يثبت أن هذا الكتاب من الله سبحانه وإن وتعالى. أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. هكذا. وبالتالي لأنه في يعني وأنا أقرأ كنت أقول طيب أليس هذا الكتاب لكل البشرية؟ ما ممكن يقول لنا واحد والله يا أخي هذا كتابكم هدى للمتقين. لاحظت؟ لا، القضية هنالك هدايتان في كتاب الله. الهداية العامة التي يلج إليها الكل من خلال إثبات أن هذا الكتاب من الله حق، وأنه حق. نعم. وأنه صدق. طيب إذا تجاوزت هذه المحطة وثبت لك أن هذا كلام الله وليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا من تأليفه، وأن ما فيه من معارف وعلوم وقضايا وكذا لا يمكن أن يأتي بها بشر أيا كان، وتأكدت من ذلك، يجب بعد ذلك أن ترفع لافتة اسمها لافتة التسليم. جميل. سمعنا وأطعنا. أحسنتم شيخ حسن. أيوة. جميل هذا البيان. بيان أن هذا الكتاب هداية للمتقين. ذلك يعني كأنه يقول من يعظم الله في صدره، نعم، ويهاب الله في صدره، نعم، فإنه سيستفيد من هذا الكتاب. نعم، سيستفيد من هذا الكتاب. ومن ليس له رهبة، نعم، وليس له خوف ولا تعظيم لربه، ما لكم لا ترجون لله وقارا نعم. وقد خلقكم أطوارا، فلن يستفيد من هذا. أحسن. وبالتالي ندخل على الثلاثية. الآن المتقين هم الذين ذكروا في الآيات الخمس الأول. جميل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه آيات المؤمنين، صفات المتقين. بمعنى أول عنوان لأهل الإيمان الذين يتقون الله يؤمنون بالغيب. وأنا سبحان الله كثيرا ما أركز أقول في واقعنا المعاصر حاجتنا إلى الإيمان بالغيب أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، في ظل المادية الطاغية، في ظل قضية الحس، في ظل قضية أرنا الله جهرة. لأنه سبحان الله بنو إسرائيل كانت إشكاليتهم التشخيص، يريدون أن يرون الله. الآن ما هي مشكلة الملاحدة؟ ناقش أي شاب يقول لك يا أخي الله ليش مصعب الموضوع، يكشف لنا عن نفسه. لاحظت؟ ففكرة يؤمنون بالغيب، رسالة هذا الكتاب ليست رسالة تشخيصية، لأن البشرية في بداياتها كانت منطقة تشخيص مقبول، إنه والله تنزل مائدة من السماء يفعل كذا، هذه كله كان. لكن الله قال لك أول قضية يؤمنون بالغيب.
وهنا مفهوم الإيمان كله داخل فيها، الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة. والغيب هو الشيء المخفي، الشيء المخفي الذي لا نراه نراه ولا نتوصل إليه بمقدماتنا المادية المحسوسة. طيب، ثم دخل مباشرة بعد الإيمان بالغيب اللي هي تصوري، دخل إلى الأعمال. أهم قاعدتين يقوم عليهما الإسلام: قاعدة العلاقة مع الله في الصلاة، وقاعدة العلاقة مع الناس في الزكاة. وبالتالي أنت أقمت العلاقة مع الحق جميل والإحسان إلى الخلق. جميل. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. مع أن سبحان الله ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى الرسل السابقين هو أمر غيبي، أمر غيبي، لكن كان في ذلك إجابة لأهل ذلك الزمان، وربما يكون إجابة لزماننا أيضا، بأن بعض الناس يؤمنون بالله وينكرون النبوة وينكرون الرسالة، فأراد أن يقول لهم: لا يكفي أن تؤمنوا بالغيب الذي هو الله والحق وتكونوا ربوبيين. يقول لك: والله أنا أؤمن أن الله موجود، لكن لا أؤمن أن محمد رسول، أن محمد وأن رسول. عيسى رسول. قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، الآخرة التي هي من الغيب. الله. لكن أفردها. لماذا؟ لأنه أيضا كان المشركون في ذلك الزمان يؤمنون بالله وينكرون البعث. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فكان هذه واحدة من إشكالاتهم. فبين الله أن هؤلاء المتقين يتصفون بهذه الصفات، وأهم صفة للمتقين الإيقان بالآخرة، سبحان الله، وبالآخرة هم يوقنون. أي شك يا شيخ برهان في موضوع الآخرة يفسد عليك التقوى كل شيء، ويفسد عليك كل شيء. نعم. فكيف تتقون أصلا؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ إذن لا تقوى معه. صحيح. إذن هذا الصنف الأول هو، ولذلك هذا المعيار الذي يجعل الإنسان دائما سباق إلى الخير بعيد عن الحرام. إذا كان مؤمنا باليوم الآخر، نعم سيقف أمام الله، سوف يحاسبه الله من أين أكل، من أين شرب، وكيف وضعه مع ربه، مع الخلق، مع كذا. فإذا كان يؤمن أنه سيحاسب على هذه الأمور سيحذر طبيعي، سيحذر ويحقق التقوى، أو يحقق التقوى قدر المستطاع. أحسنت. نعم. وبالتالي طيب، ننتقل إلى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وضوح في الكفر. نعم. هذا الصنف ذكره الله عز وجل هنا، ما تعليقكم؟ طبعا هنا الصنف الثاني، الأول الذين آمنوا ظاهرا وباطنا وهم أهل الإيمان، الثاني هم الذين كفروا ظاهرا وباطنا وهم إيه؟ هذه. لاحظ موضوعهم مختصر جدا، آيتين. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين كفروا سواء عليهم، ثم قال ختم الله على قلوبهم. أمرهم واضح، لا لبس فيه، لا غموض، لا كذا. تقاتلهم بشكل واضح، تعاديهم بشكل واضح، كفرهم واضح. نعم. طيب، يأتي سؤال: لماذا ختم الله على قلوبهم؟ هي القضية هنا. يعني هل والله هل معنى ذلك، هل نحن نقول الآن والله كل هؤلاء الكافرين يجب أن لا نلتفت إليهم ولا ندعوهم ولا؟ ليس كذلك. المقصود هنا أنه بعد بلوغ الرسالة ووصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبتهم بالبينات ومعرفتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشاققون الرسول ويتبعون غير سبيل المؤمنين، واستغراق كل أساليب الدعوة. أيوة. من اللين والعطف والكلام الطيب والحسن وكل هذا استخدم فيهم. هنا سبحان الله، ومع ذلك عاندوا. يضرب الله على قلوبهم، نسأل الله العافية، ويحصل الختم ويحصل الأقفال ويحصل الران. طبعا هنا وهذه أول عقوبة، هذه والعياذ بالله. هنا عندنا مفهوم مهم جدا، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي. يا الله. شرور النفس تؤدي إلى سيئات العمل. سيئات العمل هو أن يضرب الله على القلب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله نعوذ وأنكم إليه. فهذا الضرب الذي يكون بالأقفال عقوبة من الله لهؤلاء للذين عاندوا شريعة الله وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لم يعاقبوا إلا بعد أن علم الله منهم الكبر وردهم للحق. أيوة، اللي هو سأصرف عن آياتي الذين تكبروا. سنعود مرة أخرى إلى الآيات اللي بينتها لنا في الحلقة الماضية: وما ربك بظلام للعبيد. وما ظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم.
هي هكذا. طيب الصنف الثالث تكلم عنه رب العالمين في 9 آيات. قال من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى أن قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون يكاد البرق يخطف أبصارهم، وهكذا إلى آية 20 بعدها قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تظل التقوى مستمرة. لاحظ الآن أنت تظل التقوى يعني أكبر. لكن هؤلاء لماذا هذه الآيات كلها؟ نعم. يعني تخيل من آية 8 إلى آية 20. نعم. طبعا أخطر ظاهرة تهدد المجتمع الإسلامي من داخله هي ظاهرة النفاق. الكافر واضح يعلن لك صراحة أنه ليس معك ولم يعلن انتسابه إليك، وستظل سبحان الله ظاهرة النفاق هي ظاهرة يشخصها القرآن الكريم تحذيرا منها واجتنابا لها وتحديدا لمواصفات المنافقين. تجد أنه أكبر كتاب يكاد ما في كتاب في الأرض يصف حالة المنافقين كوصف القرآن الكريم لهم. سبحان الله. يصفهم في أخلاقهم، يصفهم في تعاملهم، يصفهم في هشاشتهم النفسية، يصفهم في تصوراتهم التي غالبا تقوم على سوء الظن بالله، يصفهم في تواطؤهم وتمالؤهم مع أعداء الله تبارك وتعالى. يعني هم معك في الظاهر ومع الكفار في الباطن. كل هذه يصفها. ولذلك استحقت هذه الآيات الطويلة. المؤمنين 5 آيات، الكفار 2 الباقي كلها تقريبا في 13 آية أو كده تلقاه في موضوع المنافقين. وهنا موضوع النفاق عندما يقترب ويتحالف مع اليهود لك أن تتصور بعد ظاهرة المغضوب عليهم، لأنهم يعرفون كتاب الله ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. لاحظ، هم يدركون أنه على الحق، ولكن منعهم الكبر، منعهم الحسد، منعتهم البغضاء، منعتهم المنافسة إلى غير ذلك من الموانع التي حالت بينه وبين أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. فكأن الله يقول لنا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. نعم. ولهم سورة كاملة، سورة المنافقون. نعم صحيح. ثم طبعا في مثالين هنا. لاحظ الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب، لأنهم خلاص بوارق الإسلام وأنوار الإيمان ونور الله تبارك وتعالى المتجلي في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الصورة واضحة عندهم. ثم بعد وضوح هذه الصورة سحب منهم هذا النور مثلهم كمثل. نعم. فصار هنا ما هو المقصد الذي نستفيد منه من خلال هذا التصنيف الثلاثي؟ نعم. هذا التصنيف أن كتاب الله أن الرسالات بشكل عام أصناف الناس معها هكذا، أصناف الناس معها هكذا، وخصوصا الآن الرسالة الخاتمة بالنسبة لنا ستظل هذه: يا معشر المؤمنين إن هذا الكتاب يكون تعامل الناس معه ومواقفهم هذه، وبالتالي وأنتم ستكونون مستخلفين في الأرض، لا بد أن تتصوروا طبيعة البيئة التي ستتعاملون وحتى تتعاملون معها بعلم. نعم. فبعد أن صنف الاتجاهات الثلاث، صنف أهل الإيمان ومواصفاتهم، صنف الكفر ومواصفاتهم، صنف النفاق. ولاحظ الآن في المدينة كانت ظاهرة النفاق هي الظاهرة الأبرز فأعطاها حقها، ولأول مرة طبعا الصحابة يعلمون ظاهرة النفاق، ما كانت موجودة، يعني لا يوجد سبحان الله في مكة، لا يوجد يا كفر يا إيمان. أيوة. ولذلك سورة البقرة جاءت لتكشف طائفتين يواجهان الآن المجتمع المسلم. المشركين تركوهم في مكة. صحيح. عندك مشكلة المنافقين التي تنتسب إلى الصف وليست منهم، ومشكلة أهل الكتاب الذين كانوا يتصورون بأن والله هم الذين يتصدرون المشهد، وكان أهل الشرك يتبعونهم، وكانوا سبحان الله يقولون لئن أتى نبي هذا الزمان لنقاتلنكم، كانوا يتوعدون قتل عاد. صحيح. أي. ثم طيب ننتقل الآن فضيلة الشيخ حسن. نعم. إلى قصة آدم. بس قبل قصة آدم يا أيها الناس، الآن لاحظ بعد أن حدد الاتجاهات الثلاث جاء أول أمر في كتاب الله. نعم. أي أول نداء في كتاب. أول نداء. نعم. يا أيها الناس جميعا الآن. نعم. مؤمنهم وكافرهم عربهم وعجمهم كلهم المهمة واحدة: إياك نعبد التي قيلت هناك في بداية الفاتحة. في بداية الفاتحة
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي الذي يستحق العبادة والخالق، من لم يخلق لا يستحق العبادة. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عادت معنا مرة، عادت مع موضوع التقوى. ثم دخلنا بعد ذلك في قضية إيه؟ يعني مسألة إثبات الربوبية وكيفية الذي جعلكم الأرض ثم قضية هذه هي قصة بداية الإعجاز القرآني وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. أيوة، الآن هذه إجابة فإن على لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم، ما هو قال في البداية إيش؟ لا ريب فيه. نعم. طيب من ارتاب فيه فليأتي بمثله. طيب. الذي يقول والله لا أنا مرتاب، خلاص ائتي بمثله. نعم. ائتي بمثله فيما فيه من علوم. إن كنتم في ريب مما نزلنا، صحيح. نعم. على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كأن الجواب لن تجدوا كتابا يدعو الناس فيستجيبون له ككتاب الله تبارك وتعالى. أحسنت. وهذا دليل على أن القرآن الكريم يؤثر في القلوب التي هي تلين إلى ربها. طيب، قال سبحانه وتعالى بعدها وبشر الذين آمنوا، وتحدث سبحانه وتعالى عن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ثم قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إلى أن قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من آية 30 إلى آية 39 كلها حديث عن آدم عليه السلام، ما دار بينه وبين الملائكة وبين الشيطان. هذه القصة العظيمة التي افتتح الله بها القرآن الكريم، باعتبار أن هذه أول قصة ترد في القرآن الكريم. لماذا أوردها الله؟ وما المقصود من إيرادها؟ وهل هناك رسالة إلى عباد الله عز وجل من خلال هذه القصة التي تدل على أن آدم كرمه الله، ثم أمر الشيطان أن يسجده فأبى الشيطان فهلك، وحذره الله عز وجل من أن يأكل تلك الشجرة فأكل منها فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه. فهذه القصة على ماذا تدل وما المقصد منها؟ الله يجزيك. قصة موضوع طويل حقيقة، لكن سبحان الله الآيات يقولون أي ديانة لابد أن تشتمل على سردية كونية وسردية إنسانية. اللي هي السردية الكونية قضية الخلق، ما أريد أدخل فيها. لو تلاحظ قبل قصة آدم تكلم الله عن الخلق والسماوات صحيح. فتكلم عن فكرة الخلق. أنه الله يقول ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. طيب من أين يعرفون خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم؟ في أي شيء ما شاء ركبك. أيوة، فيبقى أول ما استشارنا الله في كيف نخلق. لاحظ اليوم البشرية تخوض في توهان هائل جدا لبعدها عن الهدي القرآني. نحن بالنسبة لنا الصورة واضحة، خلق السماوات والأرض كيف تم في 6 أيام، خلق آدم كيف تم من تراب ثم نفخة كذا ثم أسجد له. هذه الصورة أول قضية أجابت على مسألة إيه؟ السؤال من أين جئت؟ وما المراد من خلقي؟ هذين السؤالين، من أنا وما وظيفتي في الوجود. أعظم ما تنتجه التساؤلات الفلسفية هو سؤال الإنسان، ثم سؤال المعنى. سؤال الإنسان من أنا؟ الله يقول لك أنت كذا كذا كذا، مكرم، أسجدت لك الملائكة، فيك الطين وفيك التراب وفيك نفخة الروح، فيك كذا، ثم هيأتك لموضوع مهم جدا على خلاف الجن وعلى خلاف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، والشياطين الذين هم أصلا لا يطيعون الله. أنت كائن مختلف، فيك نفخة الروح يمكن أن ترتقي بها إلى السماوات، وفيك طين الأرض يمكن أن تنحرف به إلى الأرض. فأنت لك بعد ذلك الاختيار والمشيئة، لأني لم أركبك كعالم الطبيعة فجعلتك كالشمس التي تجري في مدار معين وعبوديتها عبودية اضطرارية. لا، أنت عندك عبوديتين، عندك العبودية الاضطرارية اللي هي تشارك فيها باقي الخلق، فأنا أحييك وأنا أميتك وأنا أرزقك وأنا كذا وأنا أمرضك. هذه العبودية الاضطرارية أنت داخل فيها. جميل. لكن يا ابن آدم خصصتك بشيء وهو منطق الأمانة، أنك تحمل هذه الرسالة اختيارا. ولذلك العلامة الشاطبي عليه رحمة الله يقول: وكان مقصود إنزال الشريعة إخراج المكلف من دائرة هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. يا سلام. فأنت الآن هنا في قضية آدم كيف تتحول في الاستخلاف إلى
عبودية الله الاختيارية. جميل. طيب وين نربطها بالمقصد الأول؟ من هو أول مستخلف في الأرض؟ هو آدم عليه السلام. لكن سبحان الله آدم لم تكن أمامه تجربة، فأخضعه الله للتجربة لأهمية التجربة في حياة الإنسان. يعني لما يخطوك رقم 1 ويخطوك رقم 50 وقدامك 49 ليسوا سواء. فآدم عليه السلام الله أمامه أوامر وأمامه نواهي وأمامه تحليل وأمامه تحريم وأمامه عدو وأمامه أمر الله سبحانه وتعالى. طيب إيش مشكلة؟ ادخل هذه الجنة، كل من كل شيء إلا هذه الشجرة. هنا الآن التدريب والكورس الأول في قضية الأمر والنهي. لاحظ قضية الأمر والنهي، كل هذه الحديقة تركها بعامل إيه؟ بعامل الشيطان. فوسوس لهم الشيطان، قال له والله، قال أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ماذا يريد الإنسان في الحياة؟ نعم. يريد الخلود، صحيح، ويريد الملك. نعم. فوعده وعدا كاذبا ليس صحيحا، وتصور أنه فنسي. آدم أتي من أين؟ لاحظ الآن، معصية الشيطان كانت بسبب الكبر، نعم. ومعصية ابن آدم كانت بسبب النسيان. الله، نسي الوعد الذي نسي وعد الله، فنسي ولم نجد له إيه؟ عزمة. طيب قصة آدم باختصار حتى لا أطيل فيها، لها علاقة بمفهوم الاستخلاف الإنشائي أو الاستخلاف الابتدائي الذي هو أول مستخلف في الأرض يخضع لمنطقة التجربة. جميل. نعم، يخضع لمنطقة التجربة، ثم بعد أن مرت القضية وتاب الله تبارك وتعالى عليه، كأنما أراد أن يقول الله له يا آدم أمرتك وكلفتك ووقعت أنت في الإشكال. نعم. الآن ستبدأ، هذيك عبارة عن إيش؟ الكورس التجريبي. نعم. الآن حتدخل في الامتحان الحقيقي. هذا الامتحان الحقيقي أين هو؟ ليس هنا يا آدم، قلنا اهبطا منها جميعا. الله. هنا أو قلنا اهبطوا منها جميعا، لأنه في آية أخرى قلنا اهبطا. نعم. آدم وحواء، وقلنا اهبطوا يشترك معهم ذريته، لا الإبليس. كلهم جميعا الآن يهبطوا إيه؟ جميل، يهبطوا إلى الأرض. ثم تأتي قضية مهمة جدا في السورة كلها أو في القرآن كله، اللي هو هذا القرآن طبيعته ومركزيته يدور في موضوع الهداية. جميل، حول الهداية. لاحظ، اهدنا، أليس كذا؟ قال فمن تبع هدايا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا أنت يا هناك في فلا يضل ولا يشقى في طه. إذا أنت يا آدم الآن أمام الاختبار الحقيقي، ستنزل إلى الأرض وأمامك التجربة، وهذا هو العدو الذي يغويك ويضلك، وإنت شفت وضعه. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وطلب أنه يبقيه الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، وأنه مبقي لك يا آدم ولذريتك. إذن آدم نزل إلى الأرض وقد اتضحت له الصورة، والآن منطقة الابتلاء. فأول استخلاف يا شيخ برهان هو كان استخلاف آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام لما نزلوا إلى الأرض، وبدأت بعد ذلك تترى عليهم الرسالات. ثم انتقل بعد ذلك إلى نمط آخر من الاستخلاف. طيب هنا هل الرسالة فقط الاستخلاف أم فيها بعد آخر، وهي يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. نعم. يعني احذروا يا بني آدم أن تعصوا الله كما عصى أبوكم آدم. نعم. فأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض. كذلك أنتم أيضا إن عصيتم الله فسوف تحرمون الجنة، فاحذروا. هذا البعد هل هو وارد فعلا؟ بلا شك. هو الآن صور لك من هو العدو. يعني نحن هنا للأسف الشديد شيخ برهان كثير من الناس تبتعد تماما عن إدخال الشيطان في تحليلاتنا وفي قراءتنا للمشهد، في قراءتنا للأحداث. يقول لك يا أخي موضوع الشيطان ما تدخل، بينما القرآن يعلمك كل المعركة في الأرض في حقيقتها شيطان. الشيطان موجود، هو العدو، مش كده؟ نعم. إذن هذا الشيطان له أدوات، له جنود، له كذا، له أتباع، له أنصار، يحرك. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما اتخذناه عدوا يا شيخ. أحسن. ما اتخذناه عدوا، وبالتالي لما لم نتخذ الشيطان عدو انتصر علينا أولياء الشيطان. ينتصر عليك أولياء. لماذا؟ ما اعتبرت عدو.
وبالتالي الشبابيك مفتوحة، الأبواب مفتوحة، النوافذ مفتوحة، السماوات له مفتوحة، فأنت فتحت له، صحيح، فتحت له كل شيء. بينما إذا تصورت يا شيخ برهان، سبحان الله، تأملت الظاهرة القرآنية يا شيخ برهان، يصورها النبي في شكل معركة من أوله إلى آخره، عدو له جنود له كذا له عرش يرسل سراياه، يعني الحديث حديث مسلم يرسل سراياه، ثم يقول لك الحصون وكأنما أنت إيه، ويعلمك النبي كيف تتحصن، إيه أشبه بمعركة، ولكنها سبحان الله معركة في عالم التصورات وعالم السلوك قبل أن تكون في عالم المواجهة الميدانية. يعني آخر ما نفعله في أولياء الشيطان هو المعارك المادية والميدانية، هذه آخر شيء، لكنه في البداية إذا ما انتصرت عليه. ولذلك سبحان الله لما كان عمر رضي الله عنه يفر منه الشيطان، يقولون لما تسلم عمر زمام المبادرة في الولاية العامة لم تعد المدينة أصلا مجالا للشيطان مع وجود، لأن عمر اختص بذلك، يعني عهد عمر رضي الله عنه لأنه هو تسلم آخر سلطان. يعني ما سر في عمر أنه يفر منه الشيطان، بالرغم أن أبا بكر نعم خير من عمر، نعم، ولم يرد فيه هذا النص. أحسنت. هل لشدة عمر وشدة إيمانه؟ طيب إيمان أبو بكر أعلى نعم من إيمان عمر. وطبعا في قاعدة هم يقولون فيها أن التميز لا يعني الأفضلية، دي بلا شك يعني كلنا متفقين. التميز هو يتميز لا بذلك. أيوه يعني عمر أبو بكر تميز صحيح. بالصديقية وعمر تميز فلا يعني أن عمر ليس صديقا. لا، طيب ما أخطر من كذا. لاحظ أنت، جاء في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نساء متحلقات يتعلمن، فجاء عمر، فبدأنا في حالة من إيه؟ من الخوف. إيش الحاصل؟ يعني فقال أي عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، هو هنا نقطة التميز. صحيح. فعمر اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه الحالة. وقلنا له إنك رجل غليظ يا عمر. نعم. رددنا عليه. أيوة. فعمر رضي الله عنه اختصه بهذا. فعلى كل هذه النقطة مهمة جدا ولا بد من الالتفات إليها، وأن المعركة الحقيقية في هذه الأرض هي معركة الشيطان في مواجهة أولياء الرحمن. فإذا لم يلتفتوا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في الجزيرة العربية وهزم المشركين وقال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن إيه التحريش بينهم. يعني كأن الله يقول أنا ذكرت لكم في بداية السورة 3 أصناف من الناس. نعم. أنتم الأولون المؤمنون. نعم. وعندكم عدوان. نعم. الكفار والمنافقون. أحسن. وهناك عدو آخر محرك للكل لهذين. نعم. فاحذروه أكثر مما تحذرون من هؤلاء. هي كذا. كأن هي كذا، لأن هؤلاء أولياء الشيطان. لاحظ، هم أولياء الشيطان. كما أن من يعبد الله هو ولي لله، لأن الله لاحظ لما قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، في نفس السورة يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت وعلى رأسهم إيش؟ الشيطان. شياطين الطواغيت 5 مش كده؟ واحد منهم الشيطان. فهذا الشيطان له أولياء يتشكلون في ظواهر مادية، في شكل جيوش، في شكل جماعات، في شكل حتى جزيرة أبستين هذه التي ربما الآن يروج فيها الفساد والبلاء، نفسها ظاهرة شيطانية بلا شك يعمل فيها الشيطان. طيب جميل يا شيخ حسن، الآن فهمنا الحمد لله مقصد القرآن الكريم في بدايته بقوله ذلك الكتاب، وكونه قسم الناس إلى 3 أقسام. نعم. وذكر لنا قصة أبينا آدم عليه السلام. نعم. وما حصل بينه وبين الشيطان، وأن الشيطان عدو لنا، وإلى آخر القصة. لماذا ذكر بعد ذلك بني إسرائيل وأطال النفس في قصتهم؟ نعم. وابتدأ بقوله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. 80 آية وهو يتحدث عنهم. ما المقصد؟ الله أكبر، الله أكبر. طبعا هنا شيخنا بالنسبة في 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 علوم الأديان في شيء اسمه علل التدين. يعني الظاهرة الدينية تأتي من الله سبحانه وتعالى في شكل
وحي معصوم ووحي منزل يعبر عن النور، يعبر عن الهداية، يعبر عن البشرى، يعبر عن كذا، وفيه الإنذار وفيه القصص وفيه السرديات، كل هذا. لكن بعد فترة مع طول الوقت تقسو القلوب ويظهر ما يمكن أن نسميه بعلل التدين. قمة ما وصلت إليه الظاهرة الدينية في علل التدين تمثلت في بني إسرائيل، تمثلت في بني إسرائيل. ولذلك قص الله سبحانه وتعالى هذه القصة بطولها ليقول لنا شيئا واحد: تعلموا أمامكم نماذج في الاستخلاف، استخلاف آدم الابتدائي واستخلاف إبراهيم الذي ستأتي قصته وجعلنا نحن امتداد، مع أن الترتيب المنطقي إبراهيم يتقدم وبني إسرائيل يتأخر. نعم. وهم أبناء إسحاق، لكن قدمهم لأنه سنكون نحن امتداد لإبراهيم، امتداد للخلافة الراشدة المطلوبة. جميل. لكن هنالك خلافة فاشلة فاسدة، استخلاف فاشل في الأرض، اللي هو ظاهرة بني إسرائيل التي لم تكن امتداد للحالة الدينية. لأنه حتى نفرق بين أمرين: هنالك الظاهرة الدينية المستقيمة في بني إسرائيل، وهنالك الظاهرة الدينية المنحرفة في بني إسرائيل. الآيات معظمها هذه التي تكلم عنها اشتملت على الظواهر بتاعت الانحراف وليس ظواهر الاستقامة. عندك الاستقامة ما شاء الله ملك سليمان وملك داود، هذه فيها استقامة وفيها ولايات، فيها استخلاف. لكن نبه الله إلى نوع من أنواع الاستخلاف الفاشل. نعم. الذي فيه الانحراف عن مراد الله سبحانه وتعالى. فالظاهرة تناول الله فيها إيش؟ أول شيء نبههم إلى أن يلتفتوا إلى نعمة الله عليه. نعم صحيح. نعمة إرسال الرسالة. نعم. ونعمة أن الله أكرمهم. نعم. وأنه جعلهم ملوكا وأنه فضلهم صحيح. على العالمين. نبههم مرتين، في البداية وفي النهاية. زي ما الله سبحانه وتعالى آخر آيتين ذكر قال نعم. الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. نعم. بهذين الآيتين بدأ هناك وختم بهذين الآيتين في قصة بني إسرائيل 80 آية. نعم يا شيخ حسن، سبحان الله. هذه الآيات لو أن الإنسان سبحان الله وهو يقرأ الآن في شهر رمضان بدأ يقف مع 80 آية. نعم. ويستخلص ما هي العلل. لحظة ما يقول الله سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم. مش كده؟ صحيح. ويتكلم عن قضية وأقيموا الصلاة. نعم. ثم يتكلم بعد ذلك عن كثير من التحايل الذي هم يفعلونه. وكان أبرز حيلة أو أبرز تحايل كان أو خلينا نقول محاولة التفاف على أمر الله هي قصة البقرة. نعم. يعني يقول لهم الله سبحانه وتعالى: اذبحوا بقرة. لو أنهم استجابوا مباشرة سمعنا وأطعنا وذهبوا إلى التسليم المطلق مباشر وأطاعوا رسولهم ما كلفوا كل هذا التكاليف. صحيح. لكن سبحان الله لأنهم كانوا دائما يعني لا يستجيبون الاستجابة المباشرة. الشيخ محمد الخضيري نعم حفظه الله ورعاه يقول: وفي أمتنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس فيهم شبه من اليهود. تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر كذا، أمر بكذا وحرم كذا، فيقول لك: طيب هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ فتقول له: هو للوجوب. يقول لك: طيب من تركه هل يكفر أو لا يكفر؟ تقول له: لا يكفر. طيب إذن هل ممكن تجبره الصلاة والزكاة أو لا؟ لا. ويقول وهكذا يبدأ يجادل. يقول لك: إذا كان ليس أمرا واجبا يعني حتميا إذن تجبره الصلاة والزكاة فلا بأس بارتكابه. نعم. هذا شبه من اليهود والعياذ بالله، كأن الله يحذرنا منها. نعم. إشكالية اليهود أولا عدم تقدير الله حق قدره، يعني ما عظموا الله في قلوبهم، ما عظموا رسولهم الذي بعث إليه. هذه وكانت واحدة من إشكالات بني إسرائيل، أيضا إشكالات لها علاقة بعدم توقيرهم وتقديرهم لأنبيائهم. جميل. النقطة الثالثة عدم التسليم لأمر الله، اللي هي في القرآن في النهايات ختم بقوله: سمعنا وأطعنا. نعم. لاحظ الآيات ختمت به وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا منطق الإيمان. نعم صحيح. هم في كثير من الآيات سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل والعياذ بالله. نعم. فكل هذه القضايا قال لهم: قولوا حطة
قول حنطة. قالوا حنطة. قالوا حنطة. قالوا ادخلوا الباب سجدا. نعم. فدخلوا على أستاههم. في كل شيء هم وعد. أعوذ بالله. فهذه إيش الكفر ده؟ أحسن. نسأل فلو وقف الله الطالب العافية. سبحان الله وهو يقرأ هذه السورة فقط مع هذا المقطع، مقطع بني إسرائيل، ليتعرف على مداخل الشيطان على بني إسرائيل، مداخل الشيطان علينا أيضا، ما نحن في النهاية برضو نحمل رسالة، نحمل كتاب. صحيح. كيف أن الله جعل لنا الآن تجربة ناجحة، سميها تجربة آدم عليه السلام، في أنه والله وقع من شيء ثم نزل إلى الأرض ثم استغفر وتاب فكذا ورضي الله عز وجل. ثم عندك مشروع آخر، هذا المشروع فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كان لابد لنا أن نمر على هذه الآية. نعم. لأهمية التوبة. أحسن. من بني آدم إذا نعم. أخطأوا يعودون خاصة إذا كان الأمر بسبب النسيان. نعم. والجهل. نعم. وعدم معرفة آثار الذنب. أحسن. أليس كذلك؟ نعم. وفي إشارة مهمة جدا أيضا اللي هو معركة أهل الإسلام الأكبر والأخطر هي مع بني إسرائيل بهذه المواصفات اللي هي المجموعة التي تكلم الله عنها في سورة الإسراء، الذين سيعلون علوا كبيرا. لاحظ الآن القرآن تكلم لنا عن كل هذه الحالة، عن بني إسرائيل وأخطارهم وعداوتهم وحيلهم وحربهم على الأنبياء وتحريفهم للكتب، وكل ذلك مكشوف لنا في 80 آية في سورة البقرة فقط. صحيح. ومع ذلك هنالك من يواليهم، أعوذ بالله، وهنالك من يمد الولائي إليهم ويطبع معهم، وهنالك من يطبع ويفتح معهم، السفارات لهم، وهنالك من يفتح ويعادي أعداء، ويعادي أمة الإسلام وأولياء الله، ويعادي المجاهدين، ويعادي الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم وعن مقدساتهم. فهنا لاحظ كيف عندما تتكامل ظاهرة النفاق مع ظاهرة التدين المنكوس والمحرف اللي هو تدين بني إسرائيل. هذه خطورة بني إسرائيل التي استحقت أن تأخذ كل هذا الحيز في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سورة واحدة فقط، وتعبر كما قلت لك عن الاستخلاف. إذن المقصد احذروا نعم يا معشر المؤمنين، وفي طريقكم الاستخلاف، وفي طريقكم الاستخلاف. أيوه. أن تكونوا مثل بني إسرائيل الذين استحقوا غضب الله عز وجل. نعم. فلا تكونوا مثلهم حتى لا يغضب الله عز وجل عليكم. وأسباب الغضب أنهم الله قال جعلهم إيش؟ فضلهم. لاحظ. نعم. فأحيانا على العالمين. أيوة. فالله يقول لك والله أنا قلت فضلت هؤلاء، ومع تفضيلي لهم إلا أنهم إيش؟ انتكسوا. فأنا خيرت، الآن جعلتكم خير أمة أخرجت للناس، فلا تكونوا مثل هؤلاء. نعم. فممكن يسحب منكم هذا التفضيل. يسحب نعوذ بالله، ويحصل الاستبداد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم. الحلقة القادمة سنتحدث عن أسباب ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وهي من الآية 124 حتى الآية 152 في سورة البقرة. لماذا ذكرها الله عز وجل بعد قصة بني إسرائيل؟ ما المقصد من ذلك؟ حتى ألقاكم في ذلك الوقت، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من المستخلفين في الأرض على نور من الله، وأن يعيدنا إلى جنة ربنا مع نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن أختم أشكر شيخي وأستاذي الدكتور حسن سلمان على هذا البيان الطيب الباخر، كما أشكركم معاشر المشاهدين والمشاهدات على هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يجزيك. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم.